معانا النهارده معانا النهارده موهبة جميلة، وطبعا معروف ان بيت ثقافة البصرات دايما بيدعم المواهب الصغيرة. الحمد لله العام العاشر على التوالي اللي بنمارس النشاط في بيت ثقافة البصرات، اهتمامنا الكلي والجزئي على المواهب الصغيرة اللي هي ان شاء الله هتبقى مستقبلنا القادم ان شاء الله، واللي هتشرفنا. يعني معانا شخصيات جميلة زي يوسف المدبولي، معانا محمد أشرف عقاب، وإن شاء الله دايما المبدع الصغير بيخرج من بيت ثقافة البصرات. دي حاجة من عند ربنا مالناش دخل بيها، وإن شاء الله بإذن الله عندنا أمل كبير في ربنا إن يخرج من بيت ثقافة البصرات مبدع الشهادة إن شاء الله. مش عايز حد اللي هو مين عشان ربنا بس يعديها على خير. طبعا احنا مقدمين ليوسف المدبولي، السنة دي، والتوفيق من الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. معانا موهبة جميلة في الفن التشكيلي، هيام ياسين نور الدين، بنحييها. تعال أستاذ محمد كده مع هيام كده وتتفرج على الشغل بتاعه. قوم تعال. أستاذ محمد زايد الفنان الشاعر الكبير هيفرجنا على شغل وعشان يقيمه. والخطاط الكبير يا عم برضه. وخطاط طبعا الخطاط الكبير صح. الله 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 ما شاء الله. انتوا الأخبار الجميلة اللي هي اسمها بسم الله ما شاء الله. الفكر حلو والتصميم كويس، بس في حاجة بقى عايزين نتكلم عنها مفروض بينا وبين بعض. جميل وفي يعني في فكر وفي لمسات اهوت بالنسبة مثلا ده ثعلب دي بقول ديل كده هيرضى شيء شوية يعني لازم يظهر هنا التاني. ها؟ لا ما يكونش جوه، لازم يظهر من بره كده. لو بصيت لصورة الثعلب تلاقي ديله راجع ما بينامش، يبقى راجع لورا كده، لأن هو بيساعده لما يكون حد بيأذيه ولا حاجة يروح ضارب فيه سلاح له يعني. هو يعني لازم تشوف كم صورة، ترجعي كم صورة وتشوف الأحسن لهم وترسميه. ماشي، هي لمستك حلوة والقلم بتاعك يعني كل ما تتمرني أكتر كل ما تجيبي الشغل أكتر. يعني مثلا في عملية البق دي مش عايز إثبات حديد، عايز شرطة العقد وتجيبي دي على دي عشان تسهل لك الرسم شوية. الرسم جميل بس إيدك عايزة يعني. أنت عندك سنة كام؟ سنة ما شاء الله عليك كويس. بس أنا عايز بقى إيه؟ شغل جميل، بس أنا عايز منك حاجة من نوع الشكل. ممنوع تشوفي يعني يعني تحددي تاخد المسافات اللي هو يعني انت مثلا الصوره اهي قدام منك تاخد المسافات بينها بالقلم كده اهو وتروح انت حاطه المسافات بتاعتك هنا وتشوف المسافه دي كده بينهم وبين بعض وتروح محدده وتشوف المسافه دي وتروح محدده وتروح جاي رسمه بقى. لما بتحددوا النقط بينهم وبين بعض تعرفي ترسمي. انما بالنظر كده وبالوهم كده اشوف واعمل كده وبتاع وبعدين اروح راسم دي مش هتعلمك. انا عايزك تتعلمي بالقلم، يبقى عندك مقومات الفراسه انك تشوف المسافه دي قد ايه وتساوي المسطره مثلا واخده نقطه هنا ونقطه هنا وهنا قد ايه تبقى واخده نقطه هنا ونقطه هنا. تشوف المسافه بين الشعر من هنا والمسافه بين الشعر من هنا وتاخدي مساحه الوجه. تشوف الوجه بالطول بالعرض تاخدي المسافه انا متاكد ان لا انا عايزك. ما هو انت لو اخدت المقاييس اللي انا بكلمك بقى دي هتطلع كل حاجه مظبوطه. فانا عايزك اهم حاجه الدقه، تبقى دقيقه في الشغل. جميل الله جميل ما شاء الله ما شاء الله حلو. زي ما قلت لك برضه المره اللي فاتت برضه المقاييس في المسافات والحاجات ديت والشفه. يعني مثلا مش واحد شفتها جايه طويله كده كلها لازم تبقى ايه صغيره من لسه. بص شفتك انت عامله ازاي وهي عامله كويس يا استاذ محمد. لسه لا انا بدينا صح على اساس تصحح نفسها بس مش اكتر من كده عشان تطور من نفسك. انما مش وحش ده بالنسبه لها جميل. ممتاز. احنا كنا في سنه 6 بنعرف نمسك القلم ونرسم. مين يا عم ده؟ ده لو ان انا كنت رسمت درجه اول. تعالى تربيه. الله الله جميل ما شاء الله. حلو انت العروسه الجميله دي بسم الله ما شاء الله. شغلها حلو، ايديها خفيفه وحلوه بس عايزه بقى ايه حد يوجهها. بس مين بقى؟ مين ده؟
شخص ظابطة ده ولا شخص عادي من خيالك كده؟ ها؟ شخص عادي، شخص عادي. ماشي. حلو جميل ما شاء الله. حلوه البت بشعرها. بس فين بقى كانت عايزة تاجي التاج هنا؟ والله جميلة حلوة. سريع يعني دي. ما شاء الله. بالحقيقة تحية كبيرة. وكل حاجة جميل. بس عايزة حد بقى